اهلا بكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. كل عام وانتم طيبين. في الفيديو ده هحضر سردين سنجاري في الفرن، بس هعمله كده في فرن الميكروويف. هحضره كده بتتبيله رهيبه جدا. الوصفه دي مش هتاخد منكم اي وقت كبير ولا اي تعب. هتاكلوا سردين سنجاري بصراحه بطعم رهيب. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي. معايا كيلو من السردين الحجم المتوسط، شطفته تحت المية وهسيبه على جنب لما اقطع الخضار. معايا كده 5 ليمونات، ومعايا بصلة واحدة و7 فصوص من الثوم وقرن فلفل حراق و2 فلفل اخضر و3 حبات من الطماطم. هقطع كده الطماطم، هشيل القلب بتاعها مش هرميه، انا هستعمله في التتبيلة بتاعتها. وهقطع الطماطم شرايح، ودي طبعا قلب الطماطمايه هعصر عليها 3 حبات من الليمون، والحبيتين التانية هقطعها شرايح على السردين. وهجيب كده الفلفل الاخضر، حتة من الفلفل الاخضر الحامي، و4 فصوص من الثوم، ومعايا معلقة كبيرة من بهار قشر الجمبري اللي انا كنت عاملاه، ومعلقة صغيرة بهار مشكل، ومعلقة صغيرة فلفل اسمر، ومعلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. وطبعا هحط معلقة كبيرة من الملح. وهخلط التتبيلة ديت كويس جدا في الكبة او الخلاط او البلندر زي ما انتوا حابين. هحط كده معلقة كبيرة من الخل ومعلقة كبيرة من الزيت، وهخلطهم كويس لحد ما اخلي الخليط يندمج مع بعضه. وبعدين هجيب صينية، دي صينية الميكروويف، هحط كده معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة من التتبيلة، وهدهنها كده على الصينية قبل ما احط السردين. هرص السردينة كده جنب بعضها، وبعدين هحط كده معلقة من الزيت كده قبل ما احط التتبيلة، وبعدين هضيف عليها التتبيلة بقى على كل كده سردينية معلقة. وبعدين هجيب الخضار اللي انا قطعته هرصه كده بالشكل ده. الطريقة دي جميلة جدا وكانت ريحتها رهيبة بصراحة. وطبعا لو انتوا مش حابين ان انتوا تعملوها في الميكروويف ممكن تعملوها في الفرن عادي بتاع البوتاجاز او الفرن البلدي زي ما انتوا حابين. رصيت كده الخضار كده بالشكل ده. وبعدين ده الفلفل الحامي، لو مش حابين تحطوه برضو مفيش مشكلة، انا حبيت بس احطه ليه عشان يديله كده طعم كده حلو. وده شرايح من الليمون، انا عملت 5، عصرت 3 وقطعت 2 شرايح. هرش كده زيت كده رشة بسيطة كده من فوق على الخضار عشان يحمر. ومعايا طبعا الصينية التانية عملتها برضو بنفس الشكل. هحط التتبيلة برضو والخضار هرصه. بصراحة ما خدتش مني وقت كبير. وبعدين كان معايا فصوص من الثوم قطعتها برضو شرايح، حطيتها كده على الصينيتين، وحطيت برضو الزيت وجهزت الصينيتين. وطبعا انا حطيتهم في فرن الميكروويف، حطيت صينية فوق وصينية تحت. هحط كده صينية تحت، وطبعا الميكروويف فيه شعلتين من فوق ومن تحت. ظبطت الفرن على 320 واديت له 75 دقيقة، وظبطت الشواية على اللي فوق واللي تحت. وبعدين هو كده من فوق احمر، هنزل بقى اللي فوق احطها تحت واللي تحت هحطها فوق علشان ايه تحمر من فوق والتانية تحمر من تحت. ما اخدش مني وقت كبير، يعني اقل من 75 دقيقة. هطلع كده الصينية اللي كانت تحت فوق، لان هي كانت احمرت من تحت واللي فوق كانت احمرت من فوق، فبدلتهم كده علشان ايه يحمروا.
كانت اللي فوق لسه ما احمرتش، كان عدى عليها 10 دقايق وكانت لسه ما احمرتش، واللي كانت اللي تحت برضو كانت احمرت من تحت، فقفلت عليها الشعلة من تحت. ما اخدش مني وقت كبير، اخد مني في حدود يعني 40 دقيقة، اقل من 75 دقيقة بالظبط، كان واخد مني 40 دقيقة. زي ما انتوا شايفين كده، كان شرايح البصل كانت مقرمشة جدا، وكانت الصينية بصراحة كان طعمها حلو. انا عملت جنبها طبق رز من الابيض. اتمنى من كل قلبي ان الفيديو يعجبكم. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وسبسكرايب لقناتي وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.